السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. المكان اللي معانا المرة دي وبنعمل له زيارة هو محطة قطارات الصعيد الجديدة، محطة قطارات بشتيل اللي قربت على الافتتاح في حاجة جميلة جدا جدا. زي ما احنا شايفين كده، حاجة في قمة الجمال والروعة. محطة قطارات الصعيد أقربت بشكل كبير جدا من إنها يتم افتتاحها، والافتتاح بتاعها اللي هيكون أكيد حاجة عظيمة جدا، واللي بتغير من ملامح المنطقة بشكل كبير. المنطقة اللي ابتدى كمان جنب منطقة قطارات الصعيد جاري عمل وإنشاء موقف للسيارات، موقف انتظار سيارات بشكل كبير جدا، هو اللي على يمنا ده. مش بس كمان المنطقة اللي فيها محطة قطارات الصعيد هي اللي هتتغير، لأن المنطقة كلها فيها عدد من التغيرات اللي بتحدث، خاصة كمان في منطقة البراجيل اللي بيمر من خلالها محور أحمد عرابي الجديد، واللي بيعتبر امتداد وتوسعة لمحور 26 يوليو، واللي بيخف الحركة المرورية في محافظة الجيزة بشكل كبير. المحور تم الانتهاء من جزء كبير منه ومن مراحل مختلفة منه، ولكن لازال العمل بشكل جدي وبشكل قوي جدا في المنطقة. بنسبة كبيرة جدا كل الإزالات انتهت، يعني كل العماير اللي كان هيتم إزالتها تم إزالتها، ولكن من المتوقع أن يكون شمال الطريق زي اللي احنا شايفينه ده، العماير اللي على الشمال من المتوقع اللي هيكون فيها إزالات قريبة. العمل اللي موجود دلوقتي الأعمدة اللي هتبقى موجودة في منتصف الطريق، واللي بتشيل جزء كبير جدا من المحور زي ما احنا شايفين كده. كتلة خرسانية كبيرة جدا في المكان جاري العمل على إنشائها زي ما احنا شايفين. والصور اللي قدامنا بتوضح حجم العمل اللي موجود على أرض الواقع. المنطقة اللي احنا فيها دي هي أقرب نقطة إلى الطريق الدائري اللي هيتقاطع مع محور 26 يوليو الجديد أو محور أحمد عرابي الجديد زي ما احنا شايفين. طبعا المحور الجديد فوق الطريق الدائري هيتقاطع بشكل كبير جدا بمجموعة من العمدان الخرسانية اللي هتمر من فوق الطريق الدائري مباشرة زي ما احنا شايفين. ارتفاع شاهق للكوبري في المنطقة دي.